تعالوا نبدأ الفيديو بتاع النهاردة بكلامكم الحلو ده وبتعليقاتكم اللي تفرحني جدا جدا وبتكون الدافع الأول ليا إن أنا أكمل. أنا بحب تعليقاتكم جدا وبقرأها كلها وما تعرفوش ده بيفرحنا قد إيه، وإن شاء الله بإذن الله أثبت كل فيديو أطلع شوية من تعليقاتكم. نعمل أحلى طبق كشري ممكن تعمليه في حياتك. بصي يعني لو عملتيه زي ما أنا عملته في الفيديو ده، الطعم الكشري بتاعك هيطلع يجنن والكل هيشهد لك إن ده أحلى كشري أكله في حياته. بصوا بقى يا امارات، في الاول كده جبت العدس والحمص، في الاول خالص غسلتهم ونقيتهم طبعا في الاول من اي شوائب فيهم وغسلتهم غسله كويسه تحت الميه. لازم طبعا نغسل الحاجات دي كويس جدا من اتربه من اي حاجه، لازم نغسل اي حاجه بنجيبها من بره نغسلها كويس جدا، ده لامانكم وصحتكم العامه. بعد كده سخنت ميه لدرجه الغليان على البوتاجاز وحطيت كل حاجه في اناء لوحدها، العدس والحمص، وبدات انزل عليهم بالميه المغليه زي ما انت شايفه بالشكل ده، وهنقعهم في الميه دي لمده من ساعه لساعتين لما دورهم يجي في التسويه. طبعا في فتره النقع دي حجمهم هيزيد وهياخدوا درجه من درجات التسويه. بعد كده جبت البصل بتاعي زي ما انت شايفه بالشكل ده، 3 بصلات حلوين كده، لان طبعا الاساس الكشري زي ما احنا عارفين هو البصل. قشرتهم وغسلتهم كويس جدا تحت الميه، وبعدين قطعتهم حلقات زي ما انت شايفه بالشكل ده. يعني خلي سمك الحلقه، ما تخليش سمك الحلقه رفيع جدا لدرجه ان هو اول ما ينزل في الزيت الساخن يتحرق، لا هنخلي يعني سمكه يعني زي ما انت شايفاه بالشكل كده، يعني نص سنتي زي ما انت شايفه بالشكل ده، علشان بس يتحمل معانا درجه حراره الزيت وياخد القرمشه المطلوبه. بعد كده قطعته حلقات زي ما انت شايفه بالشكل ده، وبعدين خرجت كل الحلقات من بعضها. وبعدين هاجي بقى على الخلطه اللي انا خلطه التغطيه اللي انا هغطي بيها البصل بتاعي عشان احمره في الزيت. الخلطه بتاعتي عباره عن ملعقتين كبار من الدقيق، عليهم ملعقه كبيره من النشا، وبعدين هضيف عليها ملعقه صغيره من الملح، وحوالي برضو يعني نص ملعقه صغيره من البابريكا والفلفل الاسود، وهنقلب كل ده مع بعضه كده، عشان كده الحاجات دي هتخلي البصل بتاعنا طعمه حلو. بعد كده هنزل بالبصل في الدقيق والنشا واغلفهم كويس جدا بالماده دي. بعد كده هاتي طاسه واسعه شويه فيها شويه من الزيت حلوين كده، لان احنا اصلا الزيت بتاع البصل ده هنستخدمه بعد كده في كل الخطوات اللي جايه في عمل الكشري. لازم الزيت يسخن كويس. بعد الزيت ما يسخن هبتدي انزل بالبصل بتاعي زي ما انت شايفه كده لحد ما احمره ويوصل للون الذهبي الغامق. ما تخليش البصل بتاعك يتحرق منك او لونه يغمق بزياده ويبقى لونه اسود، لان ده هيدي طعم مرار والبصل ما هيكونش طعمه حلو خالص، فلازم توصلي بيه للمرحله دي الذهبي الغامق. وطلعي البصل بتاعك على مصفى يتصفى من الزيت، ما تطلعيش على منديل عشان المنديل بيخلي البصل يعرق وبالتالي يفقد القرمشه بتاعته. طلعيه على مصفى لحد ما يتصفى تماما من الزيت وهيفضل مقرمش معاكي وحلو. بعد كده هنبتدي نعمل الصلصه بتاعتنا. برضو استخدمت شويه من زيت البصل في حله لوحدها كده، ونزلت ببصله مقطعه مكعبات صغيره علشان نبتدي نعمل الصلصة المميزة بتاعت الكشري. اول ما البصل بتاعي يبتدي يدخل في اللون الذهبي كده، هنزل عليه بملعقة من الثوم المفروم، وبعدين انزل بعصير الطماطم. وعايزه الصلصه بتاعتك تكون لونها احمر وحلو، لازم تختاري الطماطم اللي هتعملي بيها الصلصه تكون طماطم حمراء ومستويه علشان تحصلي على اللون الاحمر الحلو. ولو مش متوفر ممكن تضيفي 2 ملعقه كبار من الصلصه الجاهزه. بعد كده هضيف الملح والتوابل بتاعتي على الطماطم زي ما انت شايفه كده واقلب كويس، وكمان ضيفي رشه من السكر عشان تعادل حموضه الطماطم وما تكونش تقيله على المعده. سيبي بقى الصلصه بتاعتك تغلي. اول ما تغلي كده غلوتين 3 ابتدي خلي درجه الحراره متوسطه علشان الصلصه تبتدي تتقل وتاخدي القوام الحلو بتاع صلصه الكشري.
تعالوا بقى نرجع للعدس بجبة اللي احنا كنا نقعينه في المية السخنة والحمص. شايفين ده شكله بعد النقع. بعد النقع حجمه تضاعف شوية، وكمان لو ضغطتي على الحبة هتحس انها بقت طرية، وده واضح جدا في الحمص. بعد كده هنعمل بقى الرز بالعدس بالشعرية، هنعملهم في حلة واحدة. هناخد شوية من الزيت بتاع البصل معاه حوالي كوباية من الشعرية بالشكل ده. هنحمر الشعرية لحد ما توصل للون الذهبي الفاتح، وطبعا خلي بالك علشان ما تتحرقش منك. زي ما انت شايفة ده اللون المطلوب اللي احنا عايزين نوصل له. بعد كده هضيف عليه نص كوب من الرز الابيض المصري المغسول، واقلبهم مع الشعرية بالشكل ده. وبعدين هضيف عليهم العدس بجبة واقلبهم بالشكل ده. وبعد كده هضيف الملح والمية. هضيف حوالي كوب من المية او كوب وربع، لان عندي العدس بجبة تقريبا يعني اخد نص التسوية، والرز والشعرية مش هياخدوا تسوية كتير، فخلي بالك من المية علشان ما يطلعش معجن معاكي. بعد كده هضيف الملح، وهزود كمان شوية من المية. خلاص كده هقلبهم واسيبهم في الاول على درجة حرارة عالية لحد ما كل ده يتشرب المية. بعد كده هخلي درجة الحرارة منخفضة علشان يبتدي ينضج وياخد التسوية بتاعته المظبوطة. وده كان شكله بعد خلاص ما استوى وبقى تمام. شايفين مفيش اجمل من كده طبعا. اتبع الخطوات اللي بقولك عليها وهتحصلي على احلى نتيجة. وده هنا الحمص بتاعي رفعته على النار ياخد غلوتين علشان يبتدي يكمل تسويته. وده شكل الحمص، مفيش احلى من كده. بعد كده هنسلق المكرونة في حلة فيها مية، وهتضيف عليها ملعقة من الملح. هسيب المية دي لحد ما توصل لدرجة الغليان. بعد كده هضيف فيها المكرونة بالشكل ده، وهقلب المكرونة من فترة للتانية علشان اتأكد انها ما لزقتش في الحلة بالشكل ده. المكرونة بتاعتنا خلاص كده بقت تمام. هطلعها بقى في حلة تانية، وهضيف عليها ملعقتين كبار من الزيت وهسيبها على جنب. الملعقتين الكبار من الزيت دول هيحافظوا ان المكرونة بتاعتي ما تلزقش في بعضها. ما تضيفيش الزيت في ميه السلق، ضيفي الزيت بعد ما تطلعيها وتصفيها من الميه تماما. بعد كده قلبي المكرونه كويس جدا في الزيت ده وسيبيها على جنب، واضمن لك انها ما هتعجنش منك وهتكون معاكي اكثر من رائعه. بعد كده هسلق النوع التاني من المكرونه، وهو المكرونه الاسباجيتي. انا كسرتها كده على 3 اجزاء، سلقتها في ميه لوحدها برضو مع ملعقه من الملح. بعد كده هنعمل مع بعض الدقة بتاعة الكشري بالخل والثوم. طريقة الدقة دي لها كذا طريقة، منها طريقة بتتحضر على البارد، والطريقة التانية بتتحضر على النار. انا حضرتها على النار معاكم بالشكل ده. ضفت حوالي ملعقة كبيرة من الزيت وعليها ملعقة كبيرة من الثوم المهروس. انا مش هحمر الثوم او هغير لونه، يدوب بس تشويحة كده على النار لحد ما ريحة الثوم تبتدي تظهر. اوعي تغيري لون الثوم، انا عايزه اللون يفضل لون الثوم يفضل ابيض زي ما هو بالشكل ده. بعد كده هنزل على الثوم ده بنص كوب من الخل او ربع كوب من الخل حسب الكميه اللي هتعملوها. وخلي بالك كنتي بتنزلي الخل في المرحله دي علشان بيعمل رذاذ جامد وهو على النار. هقلب الخل مع الثوم بالشكل ده. اول ما الخل ياخد السخونيه بتاعه الثوم هبتدي ازوده بكوب من الميه. نزلت بكوبايه الميه بالشكل ده. ضيفي ملعقه صغيره من الكمون
وضيفي الملح، ظبطي الملح وقلبهم كده على النار واسيبيها حوالي يعني ما تاخد غلوة او 2، بعد كده اطفي عليها. ودي كانت طريقة الدقة بالثوم والخل الشهيرة بتاعت الكشري، تحفة جدا. بعد كده هنعمل مع بعض شطة الزيت. انا عندي هنا زيت ساخن سخنته على النار، بعد كده طفيت النار وضفت ملعقة صغيرة من الشطة، علشان خلي بالك لان انت لو سبت النار عالية الشطة بتتحرق بسرعة. يعني يا دوب الزيت يسخن، بعد كده اطفي النار وحمري ملعقة الشطة دي في الزيت. بعد كده انزلي بكبشة من الصلصة بتاعت الكشري اللي انت كنت محضراها، وخلاص كده قلبيها تقلبتين وخلاص كده واطفي. وبكده تكون شطة الزيت جاهزة معانا. طبعا الشطة دي بتكون حارة جدا، نخلي بالنا. وبكده يكون كل مكونات الكشري جاهزة معانا هنا المكرونة، معايا الرز بالعدس بجبة بالشعرية والحمص، وكمان عملنا مع بعض الصلصة، عملنا مع بعض الدقة بالخل والثوم. كده كل مكونات طبق الكشري معانا جاهزة. نبتدي بقى نعمل احلى طبق كشري ممكن تعملوه في حياتكم. انا هنا حطيت المكرونة في النص وحواليها الرز بالعدس. واشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معايا هنا الشطة والدقة طبعا للي حابب يزود بالكمية اللي هو حاببها.